والله صدق اللي قال البيت من غير دقيق حلو دقيق. تعالوا هنعمل وصفة جميلة قوي قوي ب4 كوبايات دقيق. هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها واقول لكم توفروا منها ازاي. كمان عايزة اقول لكم هشة جدا وقطنية بعجينة سحرية هتستخدموها في كل حاجة حتى البيتزات والكريبات. ندخل على المقادير. عندي هنا ربع كوباية من السكر، عليها كيس من الخميرة، نزلت عليها بكوباية من اللبن، وكوباية اللبن دي بتعادل كوباية ونص من مج الشاي اللي في كل بيت مصري. قلبت المكونات دي كده كويس مع بعض، خلطتهم ونزلت عليهم بربع كوباية من الدقيق، ودي بالنسبة لي بتبقى افضل طريقة لاختبار الخميرة. قلبتها كويس طبعا وغطيتها لحد ما شفت الفقاعات دي واتأكدت من نتيجة الخميرة، ودي اهم حاجة في الوصفة دي، ان انتي تستخدمي خميرة تكون قوية جدا وكويسة عشان تاخدي نتيجة ممتازة. نزلت عليها كمان بالبياض بتاع بيضة واحدة لل4 كوبايات من الدقيق، ونزلت كمان عليها برشة من الفانيليا. قلبت كويس، وكمان ربع كوباية من الزيت. خلاص كده المكونات بتاعتي كده اتظبطت. هنزل بقى بكمية الدقيق بتاعتي، وهي 4 كوبايات كبار من الدقيق، بيعادل تقريبا 600 جرام، لو بالميزان 600 جرام دقيق. نزلت عليها كمان برشة من الملح وكيس من البيكنج باودر، وخليت طبعا كوباية لبن كده جنبي علشان خاطر لو هعجن بيها. ممكن تعجني بمية، ممكن تعجني بمية عادي جدا مفيش فيها اي مشكلة، بس مش هتاخدي التست والطعم بتاع العجينة. قلبت كده كويس العجينة وعجنتها، لقيتها ملزقة كده شوية معايا، نزلت عليها بنص كوباية من الدقيق وعجنتها تاني، وصلت للقوام المظبوط اللي هو عجينة تكون لينة ويعني طرية كده بس مش بتلزق معايا. خلاص وصلت للمرحلة اللي انا حابة ان انا احط فيها السمنة. نزلت كمان ب100 جرام من السمنة وعجنت فيها مرة تانية لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. اعجني بقى فيها لحد ما تقدري، لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ايه، عرق قوي جدا 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 زي الاستك، بيشد معاكي وفي نفس الوقت طرية ولينة وعايزة اقولك تتاكل نية. خلاص لميتها كده وحطيتها في الطبق اللي انا عجنت فيه وغطيتها، دخلتها في فرن البوتاجاز، دفيته كده تدفية بسيطة وحطيتها. هنحضر الحشوة بتاعتنا، وهي نص كيلو من العجوة اللي هي عجوة البلح. انا جايباها عادي من عند العطار او اي يعني محل مستلزمات حلويات. نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السمنة، ويفضل طبعا تكون سمنة بلدي او زبدة مفيش فيها اي مشكلة. كمان نزلت عليها بمعلقة واحدة من المية السخنة علشان تفك معايا، الجو ساقعة وهي بتبقى مكتلة جدا. عجنتها كويس قوي 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 لحد ما تبقى طرية كده خالص معاكي وتبقى سهلة التشكيل، ومعلقة المية الدافية علشان تخلي العجوة تكون طرية معايا وتبقى سهلة التشكيل. طبعا مفيش نص ساعة بالظبط ولقيت العجينة زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، تضاعف حجمها كده وعليت خالص. وما تبتديش في اي حاجة في العجينة غير لما تشوفي الشكل اللي انتي شفتيه ده، تكون واصلة لأعلى خمورها علشان خاطر تاخدي نتيجة كويسة في الآخر. هبطت العجينة بتاعتي من الخمور وابتديت ألفها زي ما انتي شايفة كده كورة، وقسمتها بالسكريبر بالنص. انا هعمل النهاردة 3 اشكال للعجينة بتاعتي. عايزة اقولك من احلى الاشكال اللي ممكن تعمليها بعجينة واحدة، هتعملي اكتر من شكل، وكمان هنعمله سادة وكمان بالعجوة. طبعا انا هنا ابتديت اكورها كور صغيرة خالص خالص، حجم الكورة اللي مكوراها دي حجم البيضة او اكبر حاجة بسيطة. كورت العجينة بتاعتي كلها وابتديت اغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش معايا، واخد منها كده على قد التشكيل. اعمل اول شكل اللي هو شكل الوردة او الترس بتاع الافران، شوفوا بقى انتوا بتسموه ايه. انا اخدت كورة زي ما انتوا شايفين كده وابتديت ابططها حاجة بسيطة، وكمان اخدت كورة من العجوة وكمان بططتها بنفس الشكل، وحطيت العجوة على العجينة وابتديت اقفل كده علشان خاطر تقفل معايا على العجوة بتاعتي وما تتحرقش طبعا معايا في الفرن او تنشف، وتخلي الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت، يعني ما يبقاش فيها كمية عجين تحت اكتر من العجوة او من الناحية التانية كذلك. بعد ما حطيت العجوة فيها واتأكدت ان هي اتقفلت كويس، بططتها مرة تانية علشان خاطر تبقى معايا رفيعة، ما تبقاش معايا كمية العجين سميكة. ابتديت بقى اجيب المقص بتاعي واعمل الاشكال اللي انتوا شايفينها كده،
يعني يعتبر علامة الزائد، وفي كل ركن في العلامة دي بتعمليها بتفتحيها فتحة تانية. زي ما انتي شايفة الكمية ما اخدتش معايا وقت خالص، بالعكس كان بصراحة يعني استمتاع وانتي بتعمليها، لانها بجد بتدي شكل حلو جدا جدا، وبتشجعك وبتشجع ولادك ان هما كمان يعملوا معاكي. هتلاقي نفسك خلصتي كمية كبيرة في وقت قصير جدا. طبعا انا خلصت الشكل ده وابتديت اعمل في شكل تاني، وكنت بفرد 4 كده مع بعض علشان خاطر ما ياخدوش معايا وقت ولا مجهود. ابتديت افردها زي ما انتي شايفة، واحط فيها شكل العجوة كده بشكل مثلث. جبت نفس كويرات العجوة وابتديت اعملها كده بشكل مثلث، بحيث ان هي تبقى في كل الاركان بتاعت البريوش بتاعي. فردتها كده حاولت بقدر الامكان ان انا اخد يعني شكل العجوة، تعتبر شكل العجينة اللي هشكلها دلوقتي. وخدي بالك ان من كتر ما بتعجني في العجينة دي بيطلع لها عرق قوي جدا جدا، فلازم ما بين الخطوة والتانية على الاقل خالص دقيقة كده علشان خاطر العجينة معاكي تريح. زي ما انتي شايفة عملتها بشكل مثلث، برضو ما اخدتش معايا وقت ولا مجهود، وكنت بشكل 3 4 مع بعض علشان خاطر تخلصي الكمية كلها في اسرع وقت. وتتأكدي من تحت ان انتي قفلتي عليها كويس علشان خاطر ما تفتحش معاكي، والعجوة تبقى بشكل مباشر على الصاج فتنشف من كتر السخونية وقت السوا. هنبتدي هنا نعمل الشكل التالت، وهو شكل الحلزون. بصراحة من احلى الاطعمة بتاعة البريوش. الشكل اللي هنعمله دلوقتي حاجة كده بتبقى تحفة، ممكن تحطي عليها سكر على الوش زي ما انا عملت، او تسيبيه مش حاطه عليه حاجة وتحشيه جبنة، يعني بيبقى في كل الاحوال طعمه سواء في الحلو او في الحادق بيبقى مميز جدا. ابتديت اجيب كده نفس قطع العجين بنفس الحجم اللي انا كورته، كل الكمية كلها كورتها بنفس الحجم، وابتديت افردها كده ما بين ايديا، ابرمها برمة كويسة، وما بين الخطوة والتانية برضو اسيبها تريح علشان تتفرد معايا بسهولة. ابرمها كده برمة كويسة جدا، واحاول اطولها من غير ما تتقطع معايا، والفها شكل الحلزون. طبعا برضو في نفس الوقت كان بقية العجينة بتاعتي او بقية الاشكال اللي احنا عملناها كانت حطاها في مكان دافي عشان تخمر. وده طبعا توتال العجينة او البريوش اللي انا عملته من 4 كوبايات من الدقيق. وهنا كانت الصدمة، طب دول كلهم من 4 كوبايات من الدقيق؟ لا بصراحة انا ضعفت هنا الكمية ل3 اضعاف علشان خاطر اكفي الكمية اللي انا عايزاها. يعني لو حسبنا ال4 كوبايات من الدقيق نص كيلو، انا هنا عملت كيلو ونص من الدقيق بنفس المقادير اللي انا قلتلكوا عليها. صفار البيضة اللي شيلناه في الاول لو فاكرينه، حطيت عليه رشة من الفانيليا وركنته، وللأسف كان نشف في الوش شوية معايا، فنزلت عليها ب3 معالق من اللبن او 4، وابتديت اقلبها كويس جدا، ونزلت كمان عليها بمعلقة سكر علشان خاطر البريوش اللي انا عاملاه ساده، طبعا هحط عليه سكر، فلازم تكون في ماده لزجه جدا علشان خاطر السكر يمسك بسهوله. ابتديت هنا طبعا اجيب الخليط ده وادهن الوش بتاع البريوش بتاعي، وانزل عليه على طول بحركات كده من السمسم، او لو عندك حبة البركة برضو بتبقى تحفة جدا. كان خلاص طبعا البريوش بتاعي ابتدى يخمر زي ما انتوا شايفين، تضاعف حجمه، وكان اللهم بارك حاجة كده. شغلي الفرن بسرعة علشان خاطر بقى ندخله ويطلع بالجمال والروقان واللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عايزة اقولك ان هو دخل على درجة حرارة عالية جدا من تحت، ويادوب تشغلي الشواية حاجة بسيطة. المعجنات ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يعني لازم تشغلي لها كمان درجة حرارة تكون عالية علشان ما تنشفش معاكي، وتحسي طبعا ان كمية المية اللي فيها ابتدت تقل، وتحسيها بقى محجرة معاكي، او تبقى ناشفة كده من جوه ومن بره. اول ما بتطلع على طول بتغطيها، وبعد نص ساعة بالظبط بتبتدي بقى تشيلي الغطا من عليها، وتشوفي بقى طراوتها وحلاوتها واخده اللون الجامد ده. خدي بالك علشان لو مشغله الشوايه على درجه حراره عاليه بتتلسع معاكي بسرعه. لازم من وقت للتاني تدوري الصاج من وهو جوه في الفرن علشان خاطر ما يتحرقش معاكي جنب، والجنب التاني يفضل ابيض زي ما هو. لو فرنك درجه حرارته عاليه ارفعيه على الرف اللي قبل النار على طول علشان خاطر ما يلسعش معاكي بسهوله.
ولازم تستخدمي صواني تكون ألمونيا او تكون تقيلة علشان خاطر ما تبهدلش معاكي البريوش او اي حاجة او اي معجنات بتعمليها. دي كمية كلها اللهم بارك طرية جدا وهشة، عايزة اقولك عجينة قطنية جدا وطعمها مش قادرة اقولك بقى ملهوش حل. طبعا البريوش ده انا كنت دهنته بالبيض والسكر زي ما انتي زي ما انا قلت في خلال الفيديو، ونزلت عليه برشة من السكر من بره علشان خاطر يدي طعم حلو كده. ولو هتعملي كوباية شاي بلبن يتاكل معاه في الفطار او في العشاء او حتى في جوع اخر الليل. لو حاسه انك استفدتي ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه. اسيبك في حفظ الله والسلام عليكم.